تخيل كده إنك تقوم الصبح تبص في المراية تلاقي وشك بيختفي قدامك حتة حتة. وده مش فيلم رعب، دي قصة حقيقية حصلت فعلا سنة 1932 لرجل أمريكي اسمه إيبن بايرز. إيبن وقتها ما كانش شخص عادي، ده كان مليونير معروف، بطل جولف مشهور، وواحد من رجال المجتمع الراقي في أمريكا. فلوس، شهرة، صحة، حياة ناس كتير كانت تحلم بيها. لكن كل ده انتهى بطريقة أبشع من أي كابوس. القصة بدأت سنة 1927 لما وقع في ماتش جولف واتصاب في دراعه. الإصابة ما كانتش خطيرة، لكن الدكتور وقتها كتب له على علاج جديد الناس كلها كانت مبهورة بيه، حاجة اسمها رادي ثور. والعلاج ده كان عبارة عن مياه فيها مادة الراديوم المشعة. في الزمن ده الناس كانت شايفة الراديوم معجزة علمية. أي منتج فيه كلمة مشع كان بيتباع على إنه سر الشباب والطاقة والصحة. شركات كتير استغلت هوس الناس بالعلم وبدأوا يحطوا الراديوم في كل حاجة تقريباً، معجون أسنان، كريمات، وحتى مية للشرب. إيبن شرب أول زجاجة وحس فعلاً بطاقة غريبة، فبدأ ياخده كل يوم، وبعد شوية بقى يشرب 3 زجاجات يومياً لمدة سنين. المرعب إنه ما كانش شايف إنه بيأذي نفسه، بالعكس كان مقتنع إنه بيقوي جسمه، لدرجة إنه بقى يديه لأصحابه ويقنعهم يجربوا. بس اللي ما كانش يعرفه إن كل جرعة كان بيشربها كانت بتقتل جزء صغير من جسمه ببطء. بعد حوالي 3 سنين الكارثة بدأت. في الأول صداع شديد وتعب غريب، بعدها أسنانه بدأت تقع واحدة واحدة. مش بس كده، الفك نفسه بدأ يتحلل. تخيل كده إنك تقوم الصبح تبص في المراية تلاقي وشك بيختفي قدامك حتة حتة. وده مش فيلم رعب، دي قصة حقيقية حصلت فعلا سنة 1932 لرجل أمريكي اسمه إيبن بايرز. إيبن وقتها ما كانش شخص عادي، ده كان مليونير معروف، بطل جولف مشهور، وواحد من رجال المجتمع الراقي في أمريكا. فلوس، شهرة، صحة، حياة ناس كتير كانت تحلم بيها. لكن كل ده انتهى بطريقة أبشع من أي كابوس. القصة بدأت سنة 1927 لما وقع في ماتش جولف واتصاب في دراعه. الإصابة ما كانتش خطيرة، لكن الدكتور وقتها كتب له على علاج